أوقاتكم سعيدة. إن الله سبحانه وتعالى أكرم عبده الصالح بإحياء ذكراه بعد مماته بسنين ومئات السنين وآلاف السنين، من خلال الإرث الإنساني الذي تركه بين الناس، المحبة والعدل والإنسانية. أيا كان هذا الإنسان على هذه الأرض، الشخصيات المتوارثة في الصفات الحميدة تتكلم عنه دوما، ولا أحد يستطيع محو ذكره. يأتي العبد الغير صالح لنشر الأكاذيب، نراه في كل العصور وكل الأزمنة، لكن هذه الأكاذيب يسخرها الله لخدمة العبد الصالح، يصطفي أكثر وأكثر أنه على حق. كذلك الرسل والأنبياء والقديسين الطاهرين وذراريهم، ومن الشخصيات التي لامستهم جميعهم كذبوا وعذبوا واضطهدوا، إلا أنهم بقوا على كلمة الحق، إلا أنهم بقوا على كلمة الله، نشر المحبة والسلام بين الناس، كل الأنبياء وفي كل العصور. هذه قصة وعبرة. يقال بأن الهدهد والغراب اختصما على حفرة ماء، فذهبا إلى قاضي الطيور فقال لهما: من لديه الدليل أن هذه الحفرة له فهي له. فلم يجيبا، فقال القاضي: أنا أقول بأن الحفرة هذه للهدهدة. فتعجب الهدهد وقال: كيف حكمت أنها لي؟ قال: أنت اشتهرت بالصدق، يقولون وما أصدق من الهدهدة. فسفن الهدهد بهذه الجملة وقال: إن سمعتي هي التي بقيت لليوم، من آلاف السنين لليوم، أما هذه الحفرة ليست لي، أريد فقط سمعتي. السمعة الحسنة ستعيش، والسمعة البشعة ستعيش إلى الأبد، فلنختار الحسنة ولنخرج من هذه الحياة بأقل الذنوب، لأننا كلنا خطائين على هذه الأرض. ذكر في الإنجيل المقدس من العهد القديم سفر الأمثال أنه من يغمض عينيه ليفكر في الأكاذيب، ومن يعض شفتيه فقد اكتمل شرا. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: إن الصدق ينجيك وإن خفته، والكذب يرديك وإن أمنته. وقال أيضا كرم الله وجهه: إن الصدق كمال النبل. كل المحبة والسلام والأمان إلكم أحبتي. السمعة الحسنة والصفات النبيلة تكونوا أنتم موجودين فيها وتملكوها وتتباهوا فيها بين الناس. يا رب السلام والأمان لبلدي الحبيب والغالي سوريا، السلام والأمان لكل الدول العربية، بلد يلي هي غالية على قلبي، السلام والأمان لكل شعوب الأرض. يا رب من كل قلبي بشكركم على طول.